عارف روحي لي فترة طويلة ما نزلتش ولا حكيت علي عطر. بارك الله في الناس اللي دخلوا علي في الخاص وطمنوا علي وقالوا لي وينك مختفي. أنا موجود، لكن ظروف الحياة وضغوطاتها مرة يسحبنك من العالم اللي أنت تحبه. في الفيديو هذا حنتكلم على 5 عطور يعتبرن اندي نيش من أجمل ما يكون لشتاء 2025. هيا معي. أول عطر جايب الكم هو كوير اترنال من دار جاردين دي فرانس. العطر هذا عبارة عن أخشاب مع جلود مع عود لاوسي. عود اللاوسي معروف في عالم العود إنه هو عود بطابع أنيماليك. العطر معقد جدا ولا يصلح للشراء العمياني. أما عشاق الأداء النووي العطر هذا أداء ليفل الوحش. أما ثاني عطر معي اليوم هو عطر بيزنطين عنبر من دار فرانشيسكا بيانكي. بالنسبة لي واحد من أجمل العطور العنبرية اللي مرت على أنفي. العطر عبارة عن حفلة عنبرية بلمسات سموكية سبايسية. عطر جميل جدا ومتخصص لفصل الشتاء فقط، وحال غاية تكون درجة حرارة أقل من 10 مئوي. لكن العطر لا يصلح للشراء العمياني أبدا، والأداء هنا حتى هو ممتاز جدا. أما ثالث عطر معي اليوم هو عطر باجيرا من دار مالبروم النرويجية. العطر هذا أنا مسميه العطر المتناقض لأنه دمج بين نوتة الجلد الخشنة مع نوتة الآيرس البودرية المكياجية. العطر لما تشمه حتشم فيه ريحة الجلود لكن بطابع بودري مكياجي ناعم. عطر مميز جدا لكن معقد ولا يصلح للشراء العمياني، وطبعا الأداء هنا ممتاز جدا. رابع عطر معي اليوم هو عطر كاسيك من دار رينير التشيكية. عطر عبارة عن عود هندي مع عود كمبودي مع أخشاب مع بخور. عطر معقد جدا لا يصلح للشراء العمياني ولا يستهوي الناس اللي واخذها العطور الديزاينر. العطر هذا عشان تفهمه ضروري تكون إنسان متمرس في عالم عطور النيش. عطر شتوي بامتياز بأداء ممتاز جدا. وتو وصلت معكم الخامس عطر والأخير وهو عطر تباك دوريا من دار بورنيكوف التايلندية. العطر هذا عبارة عن توباكو مع عود مع لمسات تراتنجية عنبرية بطابع سويتي. على حسب الموقع الرسمي للدار قالوا مستخدمين فيه أكثر من 300 مكون، منها التوباكو الأبسولوت ونوعين من العود الفيتنامي والتايلندي. العطر جميل جدا ومعقد جدا ولا يصلح للشراء العمياني، ويبدع في فصل الشتاء بأداء جيد جدا. وبهنا وصلت بكم للأخير. إن شاء الله تكونوا ديما طيبين وبصحة وسلامة. نتلاقوا فيديو آخر والسلام عليكم.